عليكم متابعيني. لو هتشتري اعشاب من الصيدليه هتشتري اعشاب ايه؟ النهارده جاي اكلمكم على الاعشاب مرخصه من شركات واخده ترخيص من وزاره الصحه وفي نفس الوقت متوفره في الصيدليه اقدر اشتريها. طيب هنبدا باول منتج سيكم للكلى. سيكم للكلى. طيب انا دلوقتي عندي املاح زياده، عندي وجع في الجنب، الدكتور قال لي الكلى عندك وظائف الكلى وماشي علاج مع الدكتور. طب انا عايز حاجه مكمل غذائي اعشاب تساعد معايا في الحالات دي. طيب ايه هي مكونات سيكم للكلى؟ مكونات سيكم للكلى دي عباره عن بقدونس وكرفس. طبعا عارفين البقدونس وده فيه بوتاسيوم، والكرفس بيساعد ان انا بخرج الملح الزياده واتخلص من السموم، وفي نفس الوقت في ليمون كمضاد اكسده لانه بيحتوي على فيتامين سي، وفي النعناع. طيب تاني منتج معايا اعشاب اقدر اشتريه من الصيدليه هو سيكم الملين. طب انا لو بعاني من الامساك وبقوم الصبح ما بعرفش اخش الحمام بسهوله ومحتاج مكمل غذائي اعشاب، طيب سيكم الملينه موجوده في الصيدليه واخده ترخيص من وزاره الصحه، منتج امن. طيب جرعته ايه؟ هاخده مره واحده بعد العشاء. ايه مكوناته؟ مكوناته هي الشيكوريا، الكامومايل، اليانسون، التمر هندي. معروف ان الشيكوريا دي ماده فيها الانولين. الانولين دي الياف طبيعيه تساعد عمليه الاخراج. يبقى انا باخده مره بعد العشاء اقدر اخش الحمام الصبح وما يبقاش عندي مشكله كامساك، بالذات انا لو بعاني من امساك مزمن. طيب المنتج الثالث اللي اقدر اشتريه من الصيدليه اعشاب اللي هو الرويال شاي رجيم. رويال شاي رجيم ده فيه 3 مكونات. في ورق السنه ده كملين طبيعي، في عندي الشمر، في عندي الشيكوريا اللي اتكلمنا عليها في سيكم الملينه كالياف طبيعيه بتدي احساس بالشبع وفي نفس الوقت تسهل لي عمليه الهضم. باخده يعني مرتين او 3 في اليوم. مرتين اول اسبوع باخده مره واحده في اليوم، تاني اسبوع باخده مرتين بعد الفطار وبعد العشاء. يديني تأثير ملين وفي نفس الوقت يقلل لي الشهية ويساعدني في رفع معدلات الحرق لأنها فيها مواد مضادة للأكسدة. طيب رابع منتج دلوقتي انا دلوقتي مرضعه واللبن قليل لسه ولد، محتاج حاجه مواد طبيعيه، مش عايز كيماويات عشان ما اذيش الطفل. طيب في سيكم مدر للبن. سيكم مدر للبن. سيكم مدر للبن ده المواد اللي فيه عباره عن كراويه، حلبه، ينسون، شمر. طيب باخده ازاي؟ باخده 3 مرات في اليوم. يبقى سيكم اضرار للبن 3 مرات في اليوم. طبعا طب طريقه تحضيره ازاي؟ انا بحط كيس الفتله، بحط 150 مللي ميه مغليه، بغطيها 5 دقايق بقى عشان اتاكد ان الماده